نحضروا عمليه التقاء اليوم في شركه جي تي بي ديريكسيون ريجيونال جي تي بي بحصر مل، حيث تفاجأنا الشيء اللي صار هنا في جي تي بي. المنشور الوزاري يقول عمليه فحوص التقاء تندى على مستوى مراكز التكوين المهني خارج اسوار المؤسسات. اذا به الشركه هذه داروا لها دير تيست هنايا وغلقت الباب، والادهى والامر لحقتنا شكوى من شباب بطال باللي تجاوزوا الرقم تاعو ما عيطولوش عليه. كل شيء بالدليل رحنا باش نتحققوا. اذا به نتفاجئوا بالمشكله اكثر من هذه المشكله، ان اغلب المترشحين اللي بعثوهم في العرض هذا تاع جي تي بي بعثوا ناس ماهوش ابناء المنطقه. بالعادي داروا تيست هنايا وغلقوا. انا ما نبري حتى واحد من اعضاء اللجنه الولائيه، ما نبري حتى يثبت لنا العكس. اللي اغلب المترشحين في عرض شركه جي تي بي هذا كلهم من ابناء المنطقه. والنقطه الثانيه والادهى والامر ان المؤسسه هذه جابت مؤسسه اسمها بي ارشيف هذه جات تخدم هنا في جي تي بي، عندها تقريبا 30 خدام. ما كانش واحد من ابناء ولايه الغواط، لهذا يا سيد الوالي، يا سيد الامين العام، يا اعضاء اللجنه الولائيه للتشغيل، حنا بدورنا كمجتمع مدني هانوا نلفتوا انتباهكم للتجاوزات اللي صار هنايا، لا سيما في المؤسسه تاع جي تي بي. شنو نطراك وما ادراك ما شنو نطراك، الوزاره وما ادراك ما الوزاره، الهيئات الرسميه وما ادراك ما الهيئات الرسميه يستقبلونا ويفتحوا لنا بيبان ويورونا. علاش هذو غلقوا البيبان تاعهم؟ هذوما عندهم ناس جابوا ناس تاعهم هنايا. كل واحد نطلب من السيد الوالي بناء على الشطر الثالث من المنشور الوزاري المشترك يقول ان تحققوا في قضيه تاع شهاده الاقامه، وشكون عطاهم شهاده الاقامه، وشكون طلعهم في البيرو مندبر، وشكون الهيئه اللي عطاهم خصهم الدخول داخل الشركه. وزيد هذا الامر ان تعليمات السيد رئيس الجمهوريه خالفها تماما يقول لك بمواكبه المجتمع المدني. وراه المجتمع المدني مازال الممارسات القديمه مازالت تتمارس هنا في جي تي بي. سياسه العصابه اللي الشعب انتفض من اجلها في 22 فبراير 2019، هذه الممارسات مازالت كانت عصابه هنا في جي تي بي. ماذا بينا السيد الوالي بصفتك انت رئيس اللجنه القطاعيه للتشغيل، نلتمس منك ان تدخل وتفتح تحقيق في هذه الشركه، او تلغي لها التيست يلغى الفحص هذا ويندار على مستوى التكوين المهني. هذا ما دام داروا الفحص هنايا، هذا انتقاء تحت اشراف السيد الوالي. هو كعضو مؤسسه كعضو في اللجنه ما يحقلاش ان تمنع مجتمع مدني. لهذا نخاطب الشباب بطال من خلال الصفحه تاعنا، بارطاجوا يرحم والديكم. شباب بطال التوظيف المباشر، الترخيص الاستثنائي راهو كارثه في حصر رمل. اني هنايا نقص خطر ابنائنا ضايعين جايين بلا عمل، شبابنا وطبقوا علينا قانون. هذا كي طبق القانون يطبق القانون على المليح والقوي على الضعيف. هذه المؤسسه تاع جي تي بي ما قدرتش تسير ملف التشغيل. لهذا يا سيد الوالي، يا سلطات الامنيه، يا سلطات المحليه والمركزيه، بصفتي هضر باسمي الشخصي اللي تهمنا شي منسق جهوي تلقى شباب، هاد التجاوزات ما كان حتى في ولايه في الجنوب. نعم هاد البلاد هذه ما عندهاش ماليها، البلاد هذه ما عندهاش ماليها. لهذا هو ميساج بين الاسطر مع الشباب بطال التكاتف وتحت الصفوف. السلام عليكم ورحمه الله. تحيه الجزائر، الله يرحم الشهداء.